عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليونسكو، الناس الكل تعرف اللي اليونسكو هي منظمة عالمية تضم في القائمة متاعها برشا مواقع بيئية ومواقع تراثية ومواقع تاريخية. كيف بلاصة تنضم للقائمة هذه يكون بمثابة إشهار سياحي مجاني لها، وتدخل فيها حتى تمويلات وغيرها برشا حاجات أخرى. ونفس البلاصة هذه كيف تخرج من القائمة هذه وإلا يخرجوها، الشيء هذا الكل مشى على روحه ويتنسى. ورغم الخروج من القائمة هذه ماهوش نهائي، لكن ما ثم حتى موقع نجم يرجع من بعد. علاش نحكي في الشيء هذا الكل؟ بكل بساطة على خاطر المدينة العتيقة في سوسة مهدة انها تخرج من القائمة متاع المنظمة هذه، كيفها كيف المدينة العتيقة في القروان وتونس العاصمة وغيرها. وهذا الكل نفس الأسباب ونفس المشاكل، وكما يقولوا شوية من الحنة وشوية مرتبط اليدين. المواطن يتحمل جزء كبير زادة من المشاكل اللي صايرة. ناخذ مثل صغير، الكونتينر متاع الزبلة اللي كانت البلدية تحط فيهم قبل ديما يتكسروا، وديما المواطن يرمي زبلة وين يجي، وديما الزبلة في القاع. تقوم البلدية تصلح غلطة بغلطة وتنحيهم الكونتينر هذوما وتخليهم بلاش، وهوكا الناس الكل تطيش في نفس البلاصة، ومن غدوة تجي هي تلم الملمة واللي ثم. وبربي للي باش يقول محسوب يا اخي، اليونسكو هذه شربحنا منها تياكي حكايه فارغه تي هاوكا اسمه برا باش يتعطى لتونس. باهي هذا رايك ونحترمه، اما انت كمواطن ترضى انك تشوف المشاهد هذه والبلايص هذه موجوده عندك في بلادك، في مناطق بالاحرى هي مناطق سياحيه باش يجوها الناس من العالم مجمع وباش يشوفوها ويزيدوا يصوروها زاد. وقبل ما نخليكم مع الفيديو خليني نعطيكم لمحة على المشاهد حسب الترتيب اللي باش تشوفوه. مثلا في أول الفيديو مشيت لبلاصة صورتها في 3 أوقات مختلفة في نفس النهار، في الصباح وفي العشية وفي الليل، وباش تشوفوا وتلاحظوا اللي كيفاش الزبلة في ساعة ما تتكون، وكيفاش البلاصة حتى من القاع ولات كحلة ما فيها ما يتشاف. ما غير ما نحكي لكم هاك بطبيعة على الريحة. وبلاصة كيف هذه موجودة في البلاد العربي الكل. هو حتى الجامع الكبير مسلمش اللي هو معلم تاريخي وسياحي، وجاي في بلاصة سياحية برشا ويتعدوا منها السواح اللي يجوا سوسة الكل، وديما ياخذوا تصور فيها زادة. قصر الرباط مثلا، قصر الرباط اللي هو معلم زادة تاريخي ومتحف بالأساس، ويجيوه العباد نشوفوا في الساحة التيلانية متاعو في حالة كارثية ما نجمو نقولوا عليها حتى شيء آخر. بعد التصويرة تتكلم وحدها. باش تشوفوا زادة الخربة اللي موجودة في كل بلاصة، الحيوت المهسهسة طايحة، حتى من سور المدينة محفر وفي حالة متعبة ياسر. وأقل حاجة نجم نقولها اللي هو صفر صيانة، ما فماش صيانة، ما فماش حتى شيء معناتها يقول اللي المسؤولين لاهين به. ومن بعد باش نجيو في آخر الفيديو ونشوفوا الفريب، الطامة الكبرى اللي هو في باب الجبلي، على طول باب الجبلي اللي هذا يجيب 4 حديدات يحطهم ويعمل نصبة ويبيع في الفريب نتاعو من كثرة اللي هما موجودين. صار رباط ولا ما عادش يتشاف، حتى كي تدخل ما تنجم تشوف حتى شيء. وهذا بطبيعة من غير ما نقولوا اللي هو موقع أثري، ونورمالمون حسب القانون الشيء هذا ممنوع. اللي صورته واللي باش تشوفوه هو حاجة قليلة برشا من الموجود في الواقع. إن شاء الله يتبدل، ومعنا ما نقولوا كان الله يهدي. وتوا نخليكم مع فيديو، شوفوا وحدكم واحكموا واعطوني رايكم ودمكم. السلام عليكم.